ني 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 نو نو. الواحد كده بيبقى مبسوط لما وجهة نظره بتبقى صح. طبعا أعزائي متابعي صفحتي المتواضعة على اليوتيوب، قبل ما أبدأ أي حاجة والله أنت حلفت تعمل شير لايك سبسكرايب، لأن ده أهم فيديو في تاريخ القناة من أول ما بدأت. تعهدت معاكم على الصراحة، وبقالي فترة الحمد لله بنقل لكم الأوضاع من الملاعب على قناتي على اليوتيوب، ولكن النهاردة فيديو بجد أنا حاسس فيه براحة نفسية كبيرة قوي. عارف يعني إيه لاعب لسه من كام شهر بيسخر من أسطورة نادي الزمالك وبيقول عليه إن هو لاعب كبير وراجل كبير في السن، بعديها وسبحان الله ربنا بيرد له حقه، يغلط في جمهور الزمالك ربنا بعد 4 سنين يرد لجمهور الزمالك برضه حقه. محمود عبد المنعم كهربا، وفيديو مزاج المزاج كان فيه بيدرس الشرائط بتاعه ماتش شباب بلوزداد، كان بينسى اللي حصل ماتش باتشوكا واللقطه الشهيره هوبا اوعى، وبعد كده يروح قال انا عايز ادرس فريق شباب بلوزداد واشوف انا هلعب على المدافعين بتوعه ازاي. الحمد لله الراجل بعديها على طول يتقفش عليه فيديو في مكان ما. شوف ربنا اسمه العدل، في النهايه كهربا ظلم نادي الزمالك وهرب من نادي الزمالك، وكل الكلام اللي اثير في قضيته والفيفا وانا مضيت وما مضيتش واتزورت امضتي نادي الزمالك النهارده بيرجع له حقه، وجمهور نادي الزمالك اللي اتغلط فيها بيرجع له حقه، الاحداث اللي حصلت وان احنا خسرنا كهربا فنيا. شوف كهربا دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده بيدمر النادي الاهلي فنيا وبيدمر اوضه لبس النادي الاهلي، وشفنا لقطته في ماتش شباب بلوزداد وهو بيصرخ بعد طبعا ما الجمهور هاجمه في المدرجات، وحق الجمهور انه يهاجمك في المدرجات، ما انت مستواك يعني مش اعلى حاجه. شوف كهربا من المهاجم الاول للنادي الاهلي والنيني والحراق والمشطشط واجمد واحد في مصر للمهاجم الثالث بتصريحات السويسري مارسيل كولر على لعيب عنده 35 سنه، انه يجي اسامه ابو علي يخليه يقعد دكه اكتر، ان يبقى مهاجم في الناشئين الاهلي الكولر مش عارف يلعبه اللي هو سمير محمد عشان يعني رفقا بكهربا. لكن خلاص كهربا اللي اتسرب له الفيديو ده مخصوص في التوقيت ده عشان ينهي قصته مع النادي الاهلي. اعزائي المتابعين انا حابب اختم بفيديو قالوا جمهور الزمالك، وروحوا شوفوه ودوسوا لي شير لايك سبسكرايب واعمل سي فيرست، لان احنا بنقدم هنا الحقيقه ني سلام.